السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. الاقتراح ديال اليوم واحدة من احسن الكيكات اللي جربت، كيك المول العجيب بالشكلاط اللي كتجي لذيذة بزاف وخفيفة قطنية، بواحد الكريمة كذلك اللي كتخليها تجي معلكة، وزائد انها ما كنحتاجو لهاش بزاف ديال المقادير وبزاف ديال المتطلبات وكتجي لذيذة بزاف. جربوها بعينيكم مغمضين. ما غنطولش عليكم، ندوزو مباشرة المقادير والطريقة. اذا اول حاجة غنوجد المول اللي غنطيب فيه الكيك، وغندهنو بواحد الخلطة باش اولا ما يلتصقش، وثاني حاجة باش ما تجيش ديك الطبقة ديال الدقيق باينة على وجه الكيك. هاد الخلطة كنحتاج لها معلقة كبيرة ديال الدقيق وجوج معالق ونص ديال الزيت. اذا كنخلط كلشي حتى كنحصل على خليط بحال الكريمة، وكندهن المول على هاد الشكل هذا، كندهنو من الاسفل وكندهنو من جميع الجوانب. ومن بعد غندخلو المجمد تقريبا ربع ساعة، يعني بلا ما ساليت تخلاط ديال الكيكة. بالنسبة للمقادير ديال الكيكة احتاجي 3 ديال البيضات يكونوا كبار وبدرجة حرارة المطبخ، كاس ديال السكر سنيدة ما يعادل 150 غرام، كيس ديال الفاني ما يعادل 7 غرام، ورشة من الملح. اذا طربت هادشي كله بالطراب الكهربائي. في البداية كتكون السرعة متوسطة، من بعد السرعة مرتفعة. اذا كنخليه حتى كيبيض اللون ديال الخليط وكيضاعف الحجم ديالو. من بعد هنا زدت نص كاس ديال الزيت المائدة اللي كنضيفها بالتدريج للخليط. بالنسبه للطراب الكهربائي راه ماشي ضروري، ممكن تطربوه بالطراب اليدوي. ومن بعد هنا ضفت كاس الا ربع ديال الحليب حتى هو يكون بدرجه حراره المطبخ. اذا كنستمر في التطراب غير واحد شويه ومن بعد كنحبس. هنا غنبدا نضيف النواشف. احتاجيت كاس ونص ديال الدقيق ما يعادل 260 غرام، جوج اكياس من الكاكاو المر، يعني تقريبا جوج معالق كبار عامرين مزيان، ومن الاحسن تستعملوا ديال الساشي وما تستعملوش ديال العبار، لان المذاق ديال الكاكاو والعبار صراحه ماشي مزيان مقارنه مع هذا الساشي. وجوج اكياس من خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام. غربلت الكل وضفتهم للخليط على هذا الشكل هذا، وكنبدا نخلط بالطراب اليدوي حتى كنحصل على خليط بهذا القوام هذا. من بعد جبت المول وفرغت فيه الخليط ديال الكيك. بالنسبه للطريقه ديال الطياب كندخل الكيك ديالي يطيب في فران بارد، يعني ما كنسخنوش من قبل، كنشعلو واحد دقيقه ما كاملاش وكندخل الطاوه الفران. النار تكون من الاسفل فقط على درجه حراره 180 لمده نصف ساعه فقط. اذا نص ساعه كيكون الكيك ديالي واجد. ملي كيبان لي راه طاب اولا ملي كدوز ديك نص ساعه كنطفي الفران وكيخلي الكيك لداخل، يعني ما تجبدوش ديك الساعه. طفيو الفران وخليو الطاوه لداخل. اذا بعد مرور نص ساعه واحده اخرى عاد كنخرج ديك الساعه الكيك وكنغطيه وكنخليه حتى كيبرد تماما. من بعد غندوز نوجد الكريمه. بالنسبه للكريمه احتاجيت لها نص سيترو ديال الحليب اللي هي 500 مليلتر، ضفت لها 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، كيس من الفاني من وزن 7 غرام، كيس ديال الكاكاو المر ما يعادل ملعقه كبيره، 3 المعالق كبار ديال النشا او مايزينا. كنخلط الكل على هذا الشكل هذا حتى كيندمجوا جميع العناصر. ثم غادا نضيف 70 غرام ديال الشوكولات يكون نوعية جيدة. أنا هنا استعملت شوكولات بالحليب، ممكن تستعملوا الشوكولات المر إلا بغيتو. وكنوضعو فوق النار مهيلة مع التحريك المستمر حتى كيعقد الخليط على هذا الشكل هذا اللي شفتو. ثم من بعد كناخد الكيك ديالي من بعد ما كيكون برد تماما. لاحظوا انه بسبب ديك الخلطه راه ما كيلتصقش نهائيا وكيتزول من المول بكل سهوله. اذا كنوضع الكيك في الطبق ديال التقديم. راه الكيك كيجي غزال، كيجي خفيف وكيجي رطب، ما يحتاج لا يتسقى لا حتى شي حاجه. وكنعمر ديك الحفيره بالكريمه ديال الشوكولات. كنحاول نوزعها في الوجه ديال الكيك على هذا الشكل هذا، وكنقادها هكا بسباتولا. بالنسبه لي انا هذا المول اللي استعملت الحفيره ديالو ماشي غارقه، فتبقات لي واحد شويه ديال الكريمه اللي وضعتها في كؤوس وزينتها بشويه ديال المكسرات. اذا كنخلي الكريمه حتى كتبرد تماما، وهنا زينتها بشويه ديال الشوكولاط ابيض اللي محكوك في الحكاكه الغليظه. ممكن تستعملوا حاجه اخرى في التزيين، ماشي ضروري هادشي اللي استعملت انا. تقدروا ديروا اللوز كونكاسي مثلا محمر، او اللوز ايفيلي محمر، او اي حاجه عندكم
التزيين دايما كيف كنقول لكم كيبقى اختياري وعلى حسب داكشي اللي متوفر عندكم. ومن بعد وضعت هنايا الطريفات ديال الورد البلدي، المنظر ديالها كيجي كيشهي بلا ما نهضروا على المذاق. ومن بعد دخلتها للثلاجة، خليتها حتى بردت مزيان، من الاحسن تقدموها وهي بارده. انا غنقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من داخل. إذن هذا هو الشكل النهائي ديالها، والشكل من الداخل كيفاش كتجي رطبة، كتجي قطنية، مع العلم أننا ما سقيناها ما حتى شي حاجة، زائد أنها كتجي لذيذة، المذاق ديال الشكلاط سواء في الكيك أو في الكريمة. فكنتمنى تجربوها وتنال إعجابكم، وأكيد أنا متأكدة إلا جربتوها غادي تعجبكم، غير ما تعكزوش، نوضوا جربوها لوليداتكم أكيد غيحماقوا عليها. إذا ما تنساوش، إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم تخليوا لي لايك للفيديو وتعليق محفز. جربوها بالصحة والراحة. خليتكم على خير وإلى فيديو قادم بحول الله.